في ظل التطورات المتسارعة في ليبيا خلال مايو 2025، تشهد البلاد مرحلة حرجة تتسم بتصاعد التوترات السياسية والأمنية، مما يثير قلق المجتمع الدولي والمواطنين الليبيين على حد سواء. التصعيد الأمني في طرابلس. اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس عقب مقتل عبد الغني الكوكلي المعروف بغنيوة، قائد جهاز دعم الاستقرار، في 12 مايو 2025. هذا الحدث أدى إلى مواجهات بين لواء المشاة 442 وجهاز دعم الاستقرار، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات. في 14 مايو أعلنت وزارة الدفاع الليبية عن وقف لإطلاق النار في محاولة لتهدئة الأوضاع. الاحتجاجات الشعبية واستقالات في الحكومة. تزامناً مع التوترات الأمنية، خرج آلاف المتظاهرين في طرابلس مطالبين برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، متهمين إياها بتأجيل الانتخابات وعدم تحقيق الاستقرار. استجابة للضغط الشعبي، قدم 7 وزراء من الحكومة استقالاتهم، مما يعكس حجم الأزمة السياسية الراهنة. كنس الوضع الاقتصادي. نمو وسط التحديات. رغم الأزمات السياسية والأمنية، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 13.9% في عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط. ومع ذلك، يبقى هذا النمو هشاً في ظل التحديات الأمنية والسياسية المستمرة. خاتمة: تواجه ليبيا مفترق طرق حاسم، فبينما تسعى لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، تعرقلها الأزمات السياسية والأمنية المتجددة. يتطلب الخروج من هذه الدوامة جهوداً موحدة من جميع الأطراف الليبية، بدعم من المجتمع الدولي، للوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والازدهار لجميع المواطنين